سلام ابو معاذ، اهلا وسهلا ابو معاذ السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا راجل يا طيب. حبيبنا ومولانا، كيفك يا شيخ إيهاب؟ من أكثر الناس نفعا لي يا أخ معاذ أنت والله. والله نحن نتعلم منك. والله يا شيخ نحن نتعلم منك. نعم. يعني نتعلم منك والله. الله يحفظك يا شيخ موسى. جزاك الله عنا كل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم يبارك لك. وعايز أقول لك إن دلوقتي المداخلة القيمة دي واحد مش عارف يتكلم بعديها، بس يعني لا عندك يا شيخ يعني شيخ أبو معاذ عندك إن شاء الله. يعني خلاص يعني لا كلام. بس أنا عايز بس أقول حاجة. طب بس قبل ما تتكلم يا شيخ أبو معاذ، الأخ الشيخ أبو معاذ الذي يتصل علينا الآن له كتب قيمة موجودة على الإنترنت من أعظم ما يمكن، وأنا أستفيد منها جدا حتى تعرفوا من يعني يتكلم. تفضل يا أبا معاذ. اتفضل بس الله يسامحك يا مولانا. اتفضل. والله ده مجهود اخوه والله العظيم. جزاك الله خير. اسال الله سبحانه وتعالى يبارك لك يا مولانا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيك ويعافيك. امين يا رب العالمين. اللهم امين. بص يا شيخنا الله يعزك، يعني بس اطمنك الاول ان القضاء المصري قضاء عادل، وهذا الرجل الذي قتل الاخ يعني اخذ جزاؤه لله الحمد. انا كنت هقرا الخبر جزاك الله خير. اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يكون هذا الموضوع نهاية لهذا القصة يعني. قصة قتل المسلمات اللاتي يدخلن في الإسلام، صح؟ نعم. والله. إرهاب كنسي للشعب المصري، إرهاب. رشاش آلي وينضرب في الشارع، وعندنا في طنطا كم واحدة تقتل عندما تدخل في الإسلام هي وزوجها. أعوذ بالله يعني. الحمد لله. اتفضل يا شيخ. أبشرك يا شيخنا غدا بأمر الله تعالى يوجد إن شاء الله أخ هيقول قصة إسلامه، وهذا الأخ بأمر الله تعالى قريب لأحد وهبان الدير. سبحان الله. الإسلام بأمر الله تعالى. نعم. وقصته إن شاء الله سوف تنشر، وأتمنى إن شاء الله إن هي يكون معاك بأمر الله تعالى كده، واتبعها إن شاء الله عندنا. أنا أبشرك يا أبا معاذ. اتفضل يا شيخ. سيضاف لنا حلقة في وسط الأسبوع إن شاء الله، وأخبرني بذلك إدارة القناة بفضل الله عز وجل. بأمر الله تعالى. إن شاء الله، وسنذكر فيها هذه الأشياء، وقد نستضيف يعني مباركين من عندكم في الحلقة الزائدة إن شاء الله. بأمر الله تعالى. جزاك الله كل خير. أنا بس هتكلم بمنتهى البساطة والسرعة كده عن آخر شيء، يعني هو كيف ولد يسوع في الكتاب المقدس. طيب. كيف ولد يسوع في الكتاب المقدس. أحسن الله إليك. أول حاجة بس الشيخ إيهاب، يعني أنت قلت كلمة مقولة للشيخ أحمد هداية رحمة الله عليه، قال لك إن كل نصراني هو حالة قائمة بذاتها. الله يفتح عليك. كل نصراني حالة قائمة بذاتها. كل واحد ليه منهجه، ليه فكره، ليه تفكيره، ليه طريقته. فكل واحد حالة قائمة بذاتها. تيجي تتكلم ده يقول لك لا مش عارف كده يتكلم. فحاولنا بقدر الامكان ان احنا بدي نعمل ابحاث او نعمل دراسات ان احنا نجيب من كتب من الكاثوليك والارثوذكس والبروتستانت عشان نكلم البروتستانتي ونكلم الكاثوليكي سبحان الله ونكلم الارثوذكسي. نعم. فحاولنا بقدر الامكان في ابحاثنا سؤال الاخوه الله سبحانه وتعالى انا يبارك لهم ان هم يتكلموا سبحان الله يتكلموا في كل من جميع الطوائف، حتى اللا طائفي اللي انتشر عندهم دلوقتي اللا طائفي بنحاول نكلمه برضه من كلام العلماء. نعم. فأنا بس عايز أسأل سؤال. القرآن الكريم لما حكى قصة ولادة السيد المسيح على أمه الصلاة والسلام حكاها باختصار وقالها، ولكن تخيل معنا يا شيخ إيهاب أن الكتاب المقدس لم يقل شيئا عن هذا الموضوع. سبحان الله. تهرب حتى المفسرين نفسهم هربوا من الموضوع. فنجد في إصحاح 35 العدد الأول من لوقا بيقول لك إيه؟ إصحاح لوقا الإصحاح الأول عدد 35: فأجاب الملاك الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فذلك أيضا القدوس المولود منك يدعو ابن الله. والشيخ وسام اتكلم في موضوع ابن الله ده كثير. نعم. ولكن السؤال يا شيخ إيهاب، اتفضل. إيه هو قوة العلي تظلك؟ ايه هو الحلول الروح القدس؟ هل نعم. حلول الروح القدس حلول اقنومي؟ حلول اقنومي. هل قوة العلي تظلك هل هذا يعتبر اغتصاب لفتاة صغيرة تمتلك يعني 12 سنة؟ نعم. يلي بتعترضوا على زواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إلهكم الآب اغتصب مريم وهي 12 سنة. ده في الاتصال الأربع اللي فات وبيقول له لا ما اتجوزهاش ولا دخل عليها ربنا. لا احنا ما بنقصدش كده. طب انت بتقصد ايه يا اخي؟ اما تقول هو ابن الله وحل عليها روح القدس ماذا تقصد؟ اتفضل يا شيخ إيهاب، انا اقول لك المفاجأة، التواجب نفسها اختلفت. يعني التواجب نفسها يعني في ترجمة من التراجم يعني قالت ان هو يسكن فيها.
الله ازاي أكبر. يسكن فيها؟ كيف الاب يدخل في فرج مريم ويسكن فيها؟ المحدود، الله لا محدود اللي هو بيقول هو الله لا محدود، دخل في المحدود. لا حول ولا قوه الا بالله. ما هو الفكره كلها، هي فكره كلها ايه؟ يوحنا ذهبي الفم يا شيخ ايهاب، نعم. لما وصل للموضوع قال لك احنا هنسكت في هذا الموضوع. يوحنا ذهبي الفم في كتابه قال لك احنا هنسكت في هذا الموضوع، ومن يتكلم عنه فهو كافر. يعني ذكر حتى كلمه كافر في كتابه. الارهاب الفكري موجوده على موقع من المواقع النصرانيه، موجوده في هذا الموضوع. ارهاب فكري. ولكن اتفضل يا شيخ. ارهاب فكري يا شيخ. هو ارهاب فكري طبعا كامل. حتى الاب متى المسكين في تفسيره وقف قال لك ان ده حضن ابوي. حضن ابوي. لا اله الا الله. المفسرين نفسهم كل المفسرين، حضن ابوي ينتج عنه ابن. ايوه، ما هو الحضن الابوي، هل هذا ينتج عنه ابن؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انا اضحكك يا شيخ ايهاب. في مفسر مترجم تفسير، ماشي، اقول لك قبل بس التفسير ده. فضل. كتاب الايمان الكاثوليكي، نصوص تعليميه صادره عن السلطه الكنسيه، تقول في صفحه 201 فان الروح القدس اخصب عذراء واخذ جسدا حقيقيا من جسد. اخصب عذراء واخذ جسد حقيقيا من جسد. لا اله الا الله. ده الروح القدس. ماشي. ممكن تقول اسم الكتاب تاني؟ معلش يا ابا معاذ. اتفضل. قول اسم الكتاب تاني. اسم كتاب تاني